وسام ابو علي واخر مستجدات المفاوضات بين النادي الاهلي والريان القطري. مبدئيا كده النادي الاهلي رافض موضوع ال 8.5 مليون دولار العرض اللي مقدمه الريان القطري، ومتمسك ب 10 مليون دولار كاش. ليه؟ لانه من الاخر كده مش عايز يشيل هو ال 8.5 مليون دولار يبقى رقم قليل، وفي نفس الوقت يشيل نسبه اعاده بيع بتاعه فريق السويدي اللي جاي منه وسام ابو علي. وبالتالي هنا الاهلي طالب حرفيا ورسميا 10 مليون دولار كاش، زائد اعاده نسبه البيع يتحملها نادي الريان، زائد كمان حوافز بقى، واللي هي الحوافز بتاعت البطولات وعدد الاهداف والكلام ده كله. وبالتالي هنا لو انتوا رافضين كنادي الريان يفضل في النادي الاهلي ومستمر معانا والدنيا تمام. ليه بقى الاهلي رافض العرض اللي 8.5 مليون دولار وعاوز يرفع ارقام اكتر من كده؟ مبدئيا كده لان الاهلي شايف ان معاه مهاجم هو من افضل المهاجمين اللي موجودين في الساحه العربيه كلها، وهو افضل مهاجم في افريقيا، مهاجم متكامل، راسيات، شوطه من بره ال 18، فاولات، انفرادات، سرعه، مهاره واحد على واحد، كل ده الاقيه في مهاجم واحد ازاي؟ فبالتالي النادي الاهلي متمسك باللاعب. ايه اللي يجبرني اسيب واحد زي ده بالشكل ده مقابل ارقام ضعيفه بيتكلم عنها نادي الريان؟ وبالتالي في الوقت نفسه انديه الخليج ونادي الريان تحديدا بتدفع ارقام اكبر واضعاف الارقام دي في لعيبه اكبر سنا واقل تكاملا واقل يعني تقريبا مبطله كوره. فبالتالي النادي الاهلي رافض لهذا المبدا.